تحيا بشعار الله الوطن الملكي يا سادة وسيدات. مباراة الفريق الوطني مع منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم، نهائي الكبار، النهائي الذي سيأتي آباء اللاعبين الذين يحملون ويدافعون عن الألوان القميص الوطني. هذا واحد المرات بعفوية كتكلم صراحة الله يسلمك، حنا من الوالدين هذه أولا فقط بالنسبة هنا حيث يعزف النشيد فيعرف معه التاريخ. هنا في سانتياغو يسمع صدى الوطن. وطن حين يرفع علمه ترفع السماء رأسه إجلالا. وطن لا يقاس بمساحته بل بنبض رجاله. وطن علم العالم أن الكبرياء لا يورث بل يزرع في القلب منذ الطفولة. من هذه الأرض خرج رجال، من الأطلس الأشم، من الصحراء المغربية التي تحفظ العهد، من مدن كتبت أسماءها على جدران المجد. كل شبر من هذا الوطن شاهد على الحلم. اليوم هذه الليلة المغرب لا يدخل المباراة فقط بل يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. أمام الأرجنتين، أمام كرة لا تعرف سوى الكبار، يقف أبناء الأطلس بثقة وتفكير. كل الأنظار نحو ياسر الهدف الأول يا سادة. ابن الأطلس عريس هذه الأمسية، ابن الأطلس عريس هذه الليلة، ابن الأطلس يصنع الفارق وكل الفوارق والسعادة، كل السعادة في مدرجات سانتياغو. الفريق الوطني عبر ياسر زاد مش الأكاديمية، بعيدا عن حضن الأم ودعمها، بعيدا عن العائلة، يصنع له اسما كبيرا اليوم، يصنع له اسما كبيرا هذه الليلة. زبير من معمى الموهوب، من معمى واتفورد، اللاعب الكبير، اللاعب الكبير، معمى يقدم دروس بفنون الكرة. وياسر زبيري يقدم نفسه هدافا لا يشق له غبار في نهائي المونديال. 2-0 الحلم يكبر. لا لا لا، هذا الواقع، هذا الواقع اللي نعيش جزء منه اليوم امام المنتخب الارجنتيني. 2-0 يا ساده. كرة قدم انها كاس الكرامه، كاس الصبر، كاس الايمان بوطن لا يعرف المستحيل. نهديها الى جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، والى ولي عهد مسرور سمو الامير الجليل مولاي الحسن والامير الجليل مولاي رشيد، والى كافه افراد الاسره والعائله الملكيه الكريمه، الى من امن بالشباب وصنع لهم طريق المجد، الى كل ام مغربيه صلت، والى كل اب دعا، الى كل طفل هتف من قلبه دم مغرب. هذا هو الوطن، وطن المعجزات، هذا هو المغرب الذي نحبه والذي نموت في عشقه. هي ليله لتاريخ، هي فرحه مستحقه نتقاسمها جميعا، نتقاسم معكم التاريخ ونكتب معكم فصلا من فصول التاريخ في ليله العظام، في ليله العظماء، في مملكه العظماء، في تاريخ اليوم الزواني ورفاق يحتفلون بلقب كاس العالم للشباب. كل العالم منبهر بما قدمه اسود الاطلس هذه الليله. يحق لنا ان نحتفل، يحق لنا ان نحتفل وان نستقبلكم استقبال الابطال. يا لا من فرحه اليوم، يا لا من فرحه هذه الليله، يا لا من فرحه لاسود الاطلس. يكتب لنا اليوم أن نكون جزءا من الاحتفال ببطولة العالم. المنتخب الوطني لكرة القدم نستمع خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ياسر زبيري الذي ينال الجائزة، ومن يسلم الجائزة والسيد ناصر بوريطة، والذي يسلم جائزة تقدير، جائزة يقدر عليها هذا النجم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. يمنح جائزة ثاني افضل لاعب في المونديال ياسر زبيري. هنيئا لياسر. ابن الخميسات الرائع عثمان معما ينال جائزة افضل لاعب في المونديال، يتسلمها من السيد موتسيبي رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. عثمان معما جولدن بول اوورد، جائزة الافضل لعثمان معما. هنيئا عثمان، هنيئا لمجهودات عثمان، هنيئا لك. الاعين دامعه والايادي تشتبك للعناق، والمدرب يقف في الخلف يراقب ابنائه بفخر الاب ودموع الفرح. الحناجر تصرخ، المغرب في القمه، المغرب للتاريخ. حسام، حان وقت الاحتفال، حان وقت حمل كاس البطوله، الكاس الذهبيه ستقدم وسيرفعها القائد عاليا نحو السماء. سيتوقف الزمن بعد لحظات، كل من في الملعب يدوب امام مشهد العلم المغربي وهو يرتفع فوق الجميع من طنجة الى القويرة.
في كل المدن المغربية، في كل بيت سهر الليالي يهتف وكل قلب يخفق حبا للوطن. ستحين بعد لحظات لحظة البوديوم، لحظة التتويج، لحظة دخول المغرب رسميا إلى كتاب المجد الكروي العالمي. نعم، هنا تشيلي تشهد والعالم يصفق والمغرب يعتلي القمة. ابتسامة الأسد، ابتسامة الأسد الذي سيحمل كأس البطولة. لحظة حمل الكأس، لحظة حمل الكأس من حسام الصادق، من حسام خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، الذي ينوب عن باقي رفاق. ينال الميدالية في البداية، الكأس في المنتصف، تلمع تحت الأضواء كقطعة من الشمس. القائد يمد يديه بعد لحظات، لن يتردد ولو للحظة، سينظر إلى زملائه النظرة الأخيرة ثم إلى السماء، وكأنه يرى فيها وجوه كل من حلموا نحو العميد، نحو القائد حسام الصادق. يا الله، يا له من مشهد للتاريخ، مشهد للتاريخ، مشهد للتاريخ، مشهد البطولة وللتاريخ. المغرب